هات لي مهاجم في بلدك يقدر يسجّل الكورة بالشكل ده وone touch في البعيدة من غير ما يبُص على الجون بإحساسه بس. أنا دايمًا باحب المهاجم اللي بيتحرّك ويحاول حتى لو بيضيّع، وفي الآخر بسبب اجتهاده ومحاولته حَط جول من أحسن أهداف الدوري. ما بيدّيش إنذارات خالص طول الماتش، لمّا يبقى لاعب أعلى من اللي حواليه وما فيش حل غير إنّهم يضربوه. كل التدخلات كانت من غير كورة، وده صعب جدًا على فيزيرا إنه يكون مؤثّر، وسهِّل جدًا على أي فريق إنه يدافع قدّامه وهو متطمن. الكرة اللي ضغط فيها عبد الله السعيد من أول كام دقيقة حسستني إن إحنا عايزين نعمل حاجة فعلًا. الجول المصري بقى من أول عدي الدباغ لحد حسام عبد المجيد، كل اللعيبة بتحلق، ما فيش لاعب بيضغط بنيته إنه يقطع الكورة. الجمهور المصري حاضر 6 بالعدد، وصلاح محسن بيقول لهم علّوا صوتكم. هيعملوا إيه يا اسطى؟ محمد ربيع لاعب كويس، بس ما ينفعش تعتمد عليه كلاعب أساسي. وجهاد مش عارف أتكلم عليه بصراحة، بس أتمنى إن هو إذا كان مشكلته دي مشكلة نفسية يطلع منها، لإن حتى ال5 دقايق اللي نزلهم هو كان تايه في الملعب، هو مش مركّز تمامًا، هو مش معانا أصلًا.